ما ركزش هو برشا على خطط التكتيكية باش نذكروها بعد، أنها خطط تكتيكية يمكن باش يدير بها منتخبنا الوطني التونسي، أما هو يركز برشا على القيادة الاستثنائية، وإقناعهم بأن المستحيل ممكن، شرط تتحقق العقلية هذه مع جواراتنا المنتخب الوطني التونسي. ولهذا السبب يطلق عليه الكثيرون لقب الساحر الأبيض. وفي عام 2026 قاد اسم عاد اسم رونار ليتصدر العناوين في من جديد. بعد رحيله من المنتخب السعودي تم تعيينه مدرب للمنتخب التونسي خلال كأس العالم في 26 بعد الهزيمة القاسية في الجولة الأولى ب5-1 من قدام السويد كوكاريس وإيساك، خلفا لصبري اللاموشي. وجاءت المهمة في ظروف صعبة جدا، لكن الاتحاد التونسي رأى أن الرجل المناسب لإنقاذ هذا الموقف هو هيرفي رونار. المدرب هذا حتى كان مش بيحقق نتيجة، ما لازمناش نلوموا عليه، خاطر جا في فترة حساسة، لا اختار السكواد هو، لا لعب المباراة الأولى، جا لاعبين مثقلون وأمالهم محطمة باش يحاول ينقذ ما يستطيع إنقاذه. الجامعة الوطنية تردد قليلا، مرة هاي تنحي اللاموشي، مرة تقولوا رموز الكبير باش يجي، مرة هاو اللاموشي باش يقعد، مرة هاو هيرفي رونار. برشا ترددات وبرشا نقاط استفهام على أداء الجامعة التونسية وتأخرها الشديد في تعيين المدرب المناسب لمنتخبنا الوطني. أما على الجانب التكتيكي فإن هيرفي رونار يتميز بالرسم التشكيلي 4-3-3. في الناحية الهجومية يصبح 4-1-4-1، وأما إذا ركن للدفاع فيصبح 3-5-2. هذا الكل هذه، فهل ينجح في صناعة معجزة جديدة؟ هل يضيف إنجاز جديد إلى سجله التاريخي؟ هذا ما سنستكشفه الأيام المقبلة، لكن شيء واحد مؤكد: عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية فإن اسم هيرفي رونار سيظل دائما بين أعظم المدربين في التاريخ. نظن أنها ربي وفقنا في كأس العالم في 26، هكا نكون حللنا وحكينا على مسيرة هيرفي رونار التدريبية وكلاعب كرة قدم. إن شاء الله نكونوا حللنا المسيرة نتاعو بطريقة ترضيكم، وهكا نكونوا كملنا. متنساوش دعمنا باللايك والاشتراك والكومنتس ومتابعتنا على جميع صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم.